اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا فرحانين ناشطين، كل شيء يكون على خير وبخير. جيتكم فيديو جديده، وهذا الفيديو غيكون صنع الشموع من المنزل. هو مشروع جد مربح الناس اللي هما بغاو يعاونوا راسهم. اولا الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، وبالنسبه للناس اللي هما جدادين معنا تنقول لهم مرحبا والف مرحبا بكم في القناه. ما تنسوش توركوا على الجرس باش توصلوا بالجديد، وما تنسوش ديروا لي ابوني الى عجبكم الفيديو. كما قلت لكم بالنسبه للفيديو ديال اليوم غيكون صنع شموع من المنزل ديالنا. يمكن لك انك تستعملي شموع قديمه. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا هاد الكيسان هادو انا اللي فايت لي صايبتهم، وهاد الكيسان صوبت شمعه حمراء كما ما غتبانش لكم، حيت من شعلت هذيك الفتيله اللي كتكون لداخل، حيت هذيك الفتيله انا اللي صوبتها. من شعلتها ما نقصتش منها مزيان، وجات العافيه شويه مجهده. المهم غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوبوا. كما قلت لكم شميعات، هاد الشميعات انا اللي صوبتهم، وكذلك صوبت هاد الشميعه وجربتها بالاكيد. صوبتها بالكانيت ديال هاواي. المهم تقدروا تصاوبوا باي كانيت ديال المناضه. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هاد الكيسان ديال الزاج، هادو مرسومين بالصباغه. بالنسبه اللي تعجبهم الفكره انني نحط لكم الفيديو كيفاش صوبت لكم نصوبت هاد الكيسان، خليوهم ليا في الفيديو وبالطبع غادي نوريكم. كما كتشوفوا كنحتاجوا الشمع انا لقيت غير شميعات صغار، ولكن نتوما لقيتوا شميعات الكبار يستحسن. اول حاجه نحيدوا الخيوطه من الشمع، وغادي نديرو كما كتشوفوا درت قراصه ودخلت يعني الخيط وسط الكاس. حاولوا تسونطريوه وسط الكاس هكا غادي يكون من الافضل. واحتاجيت شموع، يعني هاد الشمع ملونات ديال الشمع. هاد الملونات غتلقاوهم عند المكتبه، يعني معروفين. انا اول شمعه غادي نصاوب هي شمعه حمراء. كما كتشوفوا راني درت الشمع داب وغادي نزيد عليه من بعد هاد الطريف ديال الشمع احمر باش يعطيه اللون. راني وجدت جوج ديال الكيسان غنصاوب يعني شموع في هاد الكيسان. ها هي الشمع ديالي داب، زدت عليه الملون، ومن بعد ما زدت عليه الملون يعني حركته. حاولت انني ما نستعمل حتى شي فرشات باش ما يذوبش، حيت العافيه سخونه. كما كتشوفوا كبيت الشمع الاحمر في الكاس وغنخليه. النصيحه اللي غادي نقدر نقول لكم خليوه حتى يبرد مزيان الشمع عاد كبوه، حيت الا مشيتو كبيتو غادي تخسر لكم الشمعه من الوسط وغدير لكم حفره. من بعد خديت كانات ديال المناضه وقطعتها، وخديت واحد الشمع اللي كان عندي، وغنعمل نفس الطريقه الخيط من الوسط بهذه الطريقه. وكما درت ندير قراصه وغادي نقبطو. اختاريت نعمل شمع بالغوز. هاد الشمع اللي انا غندير بالغوز درت طريف ديال الشمع، غادي ندير طريف ديال الشمع ونردو حتى هو. من بعد ما يذوب الشمع غنزيد عليه الملون. كما كتشوفوا انا قطعت واحد الطريف وغادي نزيدو نفس الطريقه. يعني غير حاولت انني نوريكم هاد الطريقه الثانيه بالكانيت، حيت بالنسبه للناس اللي يقولوا لي الشمعه ما غاديش تبغي تزول من الكاس، انا نوريكم كيفاش غادي تزول. كنقطعوا فقط، كناخذوا بالموس وكنقطعوا الكانيت وكنبقاو نحيدو شويه بشويه. غير حداو يديكم راه تيكون ماضي. من بعد ما تكون ليا الشمع غوز نخليه حتى يبرد. حاولوا انكم تخليو الشمع حتى يبرد مزيان، يعني ما تجيوش تزربوا وتكبوا. انا كنوريكم يعني الا جيتوني شانو كبيتو كونوا اكيدين غادي تخسر لكم الشمعه من الوسط وغادي تجي متقوبه، يعني غتجي داخله. السر ديال النجاح هو انه يكون بامكانكم انكم تعملوا الشمع عاد ديروا هذا الخيط كل واحد والطريقه ديالو. انا درت هنايا النص، والنص حتى في الطبيخ غنصاوب به شميعات واحده اخرين. كما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه من بعد يعني ما يبس الشمع. وراني جربتها باقي فقط خصني نفينيها لانها كتجي شويه ما مقاداش في الاخر. ضروري تقادوها بالموس كتجي شويه عوجه. المهم على حسب، كما ما حطيتهاش على شي حاجه اللي هي مقاده، كانت شويه مايله. بالنسبه لهداك اللي شاط ليا كبيته في دوك الطاسات الحمر، هادو الشمع الغوز كبيته في هادوك الطاسات. وهذه هي النتيجه النهائيه. داك الشمع الاحمر راه يبس، وهادو اللي بقاو راني كبيتهم هنا
بنفس الطريقه. يعني ما بغيتش نعاود نحاول انني نصور لكم. هاد الطاسات كانوا عندي وكبيت فيهم الشمع بارد، راه واخا بلاستيك ما وقع ليهم حتى شي حاجه، وصافي يبقى فقط انني نقطع هذاك الخيط اللي هو طويل، يعني غتخليو غير خويا صغير. المهم انا قطعته غير شويه وصافي كيوليو عندكم واجدين شميعات. بالنسبه للبنات الى عجبكم الفيديو كنتمنى دائما دعموني بلايك، وما تنساوش انكم تشجعوني باش نحط لكم المزيد من الفيديوهات. الى فيديو مقبل ان شاء الله.